قدر واحد من المماليك انه يهرب من الضرب ويوصل لقصر الحريم، وقال وهو سايح في دمه انا في عرض الحرم. وبيقال ان امينة هانم مرات محمد علي خرجت وقالت للجنود سيبوه، لكن الجنود قطعوا راسه ولا احترموا وجود مرات محمد علي ولا احترموا عرض الحريم، ودي كانت بمثابة وعد بالأمان. يعني الراجل اتحمى في الحريم، هيعمل ايه تاني؟ المهم ان الضرب استمر لحد ما مات كل المماليك. وتعالى نبص بص على الشعب اللي كان قلق من اللي سمعه، ووقتها الشعب حس ان في حاجة مش مظبوطة بتحصل، وده فكرهم بحالة الفوضى واعتداء الجنود عليهم قبل تولي محمد علي، وده اللي خلى الشعب يلتزموا بيوتهم ويقفلوا محلاتهم. وتاني يوم نزل جنود محمد علي واعتدوا على بيوت المماليك وقتلوهم واستباحوا نسائهم وسرقوهم. وبيذكر الجبرتي ان الاحداث دي استمرت ليومين، واتنهب فيها اكتر من 500 بيت، واتقتل فيها اكتر من 1000 من المماليك، لحد ما محمد علي نزل بنفسه الشارع علشان يقر الامن. وبيذكر عبد الرحمن الرافعي ان من ساعتها محدش قدر يعارض محمد علي ولا يخالف الرأي طول ال 37